صلى الله عليه وسلم كان مما يكثر أن يقول لنا أيكم رأى الليلة أو البارحة رؤيا هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا duk sallan da yayi sai ya tambaye su cewa shin ba wanda yayi mafarki jiya da dare akwai lokacin da ya tambaye su suka ce babu wanda yayi mafarki ya rasulullah sai ya ce to aini nayi lakinni ra'aytu al-laylata rajulaini atayani fa akhadha bi yadi fa akhrajani ila al-ardi al-muqaddasa fa idha rajulun jalisun wa rajulun qa'imun bi yadihi kallubun min hadid إنه يدخل ذلك الكلوب في شرقه حتى يبلغ قفاه ويفعل بشرقه الآخر مثل ذلك فيعود إليه فيصنع مثل ما فعل المرة الأولى فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بفهر أو بصخرة فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إليه حتى يعود رأسه كما كان فيعود إليه فيصنع مثل ما فعل المرة الأولى فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على ثقب مثل التنور فيها رجال شيوخ ونساء وشبان فإذا اقترب ضوضوا فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم وفي النهر رجل يسبح وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فإذا أقبل الرجل الذي في النهر رمى الرجل الذي على شط النهر فيه بحجر فرده حيث كان فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على روضة خضراء وفي أصلها شجرة وفي أصلها شيخ وصبيان فصعدت الشجرة فرأيت دارا لم أر قط أحسن منها ثم أخرجاني فصعدا بي الشجرة فرأيت دارا هي أجمل وأحسن فقلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت فقال أما الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل كذاب يحدث بالكذبة فتصنع به كذلك إلى يوم القيامة وأما الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار وأما الذي في السكب فهم الزناد وأما الذي في النهر فآكل الربا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد المسلمين فأما هذه الدار فدار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء ارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك قلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت لأتيت منزلك أغني حديث نيانا ننشكين بخاري ينا نونا من جرم مفركي أشكين مسلنش أم بات دا أمفاني أشكين مسلنش دا مأيكي بزي تنبيسو مفركي با تنوكو غاية مفركي shekaru 40 ne Allah zai nuna maka mafarki ba za ka yi gaggawa ba zai yi mafarkin nan ya kai har shekaru 40 kafin ka samu natijarsa ko tawilinsa shi yasa tun daga lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya ce wa mahaifinsa cewa inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin daga wannan lokacin har zuwa wannan fassaran wannan mafarkin Shaddad ibn Aus da kuma Salman al-Farisi a cikin musannaf na Abdurrazzaq da kuma Ibn Abi Shayba wanda al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ya nakalce su a isnadi ingantacce yake ce mana kana baina ru'ya Yusuf wa tawilha 40 sana tsakanin ganin annabi Yusuf da kuma fassaran ganin ma'ana wannan ru'yan akwai shekaru 40 tsakaninsu shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mahaifinsa ta ga wannan mafarkin da kuma zuwa lokacin da aka ga wannan fassaran tsakaninsu shekaru 40 ne lokacin da ya haife shi lokacin da ta haife shi ta yi mafarkin ko ta ga hasken nan ya fita a jikinta hasken nan kuma ya haskaka duniya to a shekaru nawa da